ملف عمر كمال عبد الواحد. بصوا يا جماعه، انا ضد الناس اللي عماله تقول له عمر انت لازم تلعب في نادي كذا، عمر انت لازم تروح كذا. هو كل واحد واضرب مصلحته. وفي مثل بيقول لك انا مش هخاف على مصلحتك اكتر منك، انت ادرى بيها. ممكن تنصحه وتقول له ده صح ده غلط. الناس بتقول له يا عمر فرصتك في الزمالك افضل. في ناس بتقول له لا، الاهلي والدنيا وانت كولر طالبك بالاسم. يناير هيحدد كتير. واضح وعلني ان النادي الاهلي بيتفاوض مع فيوتشر، وده اللي بيعترف بيه مسؤول الناديين، ان الاهلي وفيوتشر بيتفاوضوا على عمر كمال عبد الواحد. الزمالك واضح جدا ان موضوع القيد لغايه دلوقتي مش مخليه حاطط رجله جامد قوي، غير لما هيشوف هيتحل ويوصلوا لايه. يقال ان عمر كمال قال يا جماعه انا هاجي الاهلي وانا تمام بس العب اساسي. انا ما اعتقدش ان المعلومه دي صحيحه، واللي نشرها قال كلام مش صح لسببين. السبب الاول، عمر عارف الاهلي في الموضوع ده. تاني حاجه، كولر او النادي الاهلي يعني محسومه موضوع الصلاحيات الفنيه بتبقى للمدير الفني. الاختيار صعب ليه؟ لان عمر شايف ان الاهلي عنده 4 في مركزه، بس ناس تانية بتقول لا، هو ممكن يلعب في اكتر من مركز. وممكن في نادي الزمالك هيبقى ضامن مكانه اساسي، هيلعب هيدي. النادي مفهوش نجوم كتير زي كل مرة، لان الزمالك اتوقف من فترات قيد، فهيبقى وجود عمر طفرة ليه وطفرة للنادي مع عودة الونش ومصطفى شلبي، مع الاستقرار اللي هيحصل. وممكن الزمالك يجيب كام صفقة الفريق يفوق، فنلاقيه في اخر الموسم بيتوج ببطولات عادي. برضه سيناريو سليم وصح. فايه اللي هيحصل؟ يناير بقى هيورينا. هل عمر فعلا مخلص مع النادي الاهلي وخلاص؟ في ناس بتقول مخلص بس بدأ يتراجع، لكن هو كله كلام متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. الصح فين؟ اللي هنشوفه في يناير. عمر اهلاوي ولا زملكاوي؟ ده اللي هنشوفه، او ممكن يبقى فريق ثالث خالص.